بعيدا عن حياته الشخصية التي له الحرية الكاملة فيها، تعرض رياض محرز للكثير من الانتقادات عندما كان يستدعى إلى المنتخب الوطني. كثيرون وصفوه بالفاشل والبارد، معتبرين أنه لا يضيف شيئا للفريق، وطالبوا بإبعاده عن التشكيلة. الغريب أن نفس الأشخاص الذين كانوا ينتقدون استدعاء محرز كانوا ينتقدون المدرب غوارديولا لعدم إشراكه أساسيا في المباريات. هؤلاء الذين كانوا يمتدحون مهاراته العالية في التحكم بالكرة هم أنفسهم من يفتعلون الآن الأكاذيب حول رفضه دعوة الناخب الوطني، مدعين أن ذلك تضامن مع المدرب السابق، وهو أمر شخصي لا يحق لأحد التدخل فيه. في الوقت الذي يؤكد فيه ناديه أنه مصاب، تستمر حملة التشويه ضده. هل هذا هو الأسلوب الذي نكرم به أساطيرنا، أولئك الذين قدموا لنا الكثير ورفعوا راية الوطن عاليا؟ ومن ثم نتوقع من اللاعبين المزدوجين الجنسية مثل شرقي، عدلي وأوليز أن يختاروا الجزائر. عندما يرون قائد المنتخب يهان بهذا الشكل، سيكون من الطبيعي أن يفكروا 1000 مرة قبل اتخاذ القرار، وهذا حقهم ولا ينقص من جزائريتهم شيئا. رياض محرز سيظل دائما المهندس الذي قادنا للفوز بكأس إفريقيا 2019 وقائد المنتخب الوطني في ذلك الوقت. كفانا حقدا وانتقاصا، فهو في النهاية بشر له ما له وعليه ما عليه. لايك واحفظ الفيديو لعلك تحتاجه.